هي الصين بتعيش أفضل عصورها دلوقتي ولا هي في أزمة؟ طبعا لا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لأ، لأنها في واقع الأمر مزيج بين الاتنين. تمتلك نقاط قوة كبيرة، لكنها أيضا تواجه تحديات فعلا صعبة. في الفيديو ده هشرح لك النقاط الرئيسية من خلال ما هو إيجابي وما هو غير إيجابي، وبعدين هقدم لك استنتاج ما يشير إلى بعض القوة والإيجابيات. واحد، حجم الاقتصاد والموارد. الصين هي تاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتمتع بسوق ضخمة واحتياطات أجنبية كبيرة، وقادرة في الأساس على تحفيز السياسة المالية والنقدية. مثلا يشار أن لديها قدرة سياسية للإنفاق أو تخفيض الفائدة، ما يعطيها بعض مجال للمناورة. رقم اتنين، تحول سوقي واستهلاكي. رغم التباطؤ هناك تحول نحو الاقتصاد الداخلي والاستهلاك. مثلا يلاحظ انتعاش في السياحة الداخلية والاستهلاك التجريبي، مما قد يشير إلى أن النمو ليس فقط عبر البناء الضخم والصادرات. رقم ثلاثة، النمو ما زال إيجابي على الرغم من أن معدل نموها انخفض مقارنة بماضيها، إلا أنها لا تزال قيد النمو رغم عدد السكان الهائل. بعض التوقعات تشير إلى نمو يتجاوز 4% في السنوات القليلة القادمة، وهو ليس بعيدا عن ما يحققه كثير من الدول المتقدمة، ما يشير إلى وجود أزمة أو على الأقل تحديات كبيرة. الأزمات، أزمة قطاع العقارات والديون المحلية هي أحد أكبر المخاطر، وهي أزمة البناء والعقارات، حيث هناك وفرة في العرض ومشاريع غير مكتملة وانخفاض عائدات الحكومة المحلية من الأراضي، كما أن الدين المحلي على مستوى حكومات المقاطعات أو الآليات التمويلية أصبح كبير، ما يشكل عبئا على الاقتصاد. رقم 2، تباطؤ النمو الهيكلي وتحولات سكانية. النمو الذي تحققه الصين أصبح أقل من ذروة نموها السابق، وهناك ما يعرف بالفخ الداخلي. دخول البلد مرحلة دخل متوسط، ثم تواجه صعوبة في الانتقال إلى دخول مرتفعة، كما أن عدد العمالة في سن العمل بدأ ينخفض، ونسبة الشيوخ ترتفع اللي هي الناس الكبيرة في السن، ما يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا على المدى المتوسط والطويل. رقم 3، الطلب الداخلي ضعيف وثقة المستهلكين متذبذبة رغم المحاولات، والاستهلاك الداخلي للأسر ليس قويا كما كان يأمل، والإنفاق الاستهلاكي محكوم بالحذر. أيضا هناك مخاطر خارجية. التطورات التجارية والتكنولوجية والاعتماد على الصادرات، كل ده بيقلل من المسار السلس للنمو. موقفنا، هل هي في الارتفاع أم في أزمة؟ باختصار، ليست في أوج ذروتها كما كانت قبل عقد أو أكثر، لكنها أيضا ليست في انهيار كامل. يمكن القول أنها في مرحلة انتقالية تحولية. من جهة نظام النمو القديم، الاعتماد الكبير على العقارات والبناء والتصدير بأسعار منخفضة أصبح أقل فاعلية، ومن جهة أخرى لديها الإمكانات والموارد لتواجه هذا التحدي، لكن التنفيذ ليس مضمون. هناك خطر إن تبقى في نمو ضعيف أو ثابت لكن منخفض لفترة أطول. علشان كده من الأفضل إن ننظر على إنها في أزمة هيكلية إلى حد ما، يعني بمعنى أن التحديات ليست مؤقتة فقط، لكن جذورها بنيوية، لكنها ليست في أزمة كارثية حاليا بالمعنى الكامل. وده تطور الصين الاقتصادي من 2010 ل 2025. هقسمه لك على 4 مراحل، نوضح إزاي انتقلت من ذروة النمو إلى مرحلة التحديات والتحول الحالي. المرحلة الأولى عصر الازدهار الكبير. أيام الذروة كان من 2010 ل 2013، فكان الوضع العام الصين كانت في قمة نجاحها الاقتصادي في انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 وطفرة التصدير. معدلات النمو كانت مذهلة بين 9% إلى 10% سنويا، كانت تتوسع بسرعة والعقارات ترتفع قيمتها بشكل جنوني. العالم كان بيعتمد على الصين كمصنع رئيسي في كل حاجة، وهي إلى الآن ما زالت، لكن في 2010 كانت حاجة تانية. نقاط القوة عندها كانت صادرات ضخمة، استثمارات حكومية هائلة،
بنية تحتية متطورة بسرعة، ارتفاع مستوى معيشة مئات الملايين. أما المشاكل بدأت تظهر: اعتماد مفرط على التصدير والعقارات، تلوث بيئي حاد، فجوة غنية وفقيرة أخذت في الاتساع، أصبح في فجوة بين غني بشدة وفقير مش لا يأكل. المرحلة الثانية التباطؤ وإعادة التوازن من 2014 ل 2018. كان الوضع العام: بدأت الحكومة تدرك أن النمو المفرط غير مستدام، فالرئيس شي جين بينغ أطلق حملة للإصلاح وإعادة التوازن لجعل الاقتصاد يعتمد أكثر على الاستهلاك المحلي والتكنولوجيا. النمو انخفض تدريجيا إلى حوالي 6%، هو ما زال قويا لكن أقل من الصعب. تم التركيز على مشاريع مثل مبادرة الحزام والطريق لتوسيع النفوذ الدولي. أما نقاط القوة: تحول نحو الابتكار والتكنولوجيا، ظهور شركات عملاقة، علي بابا، هواوي، شاومي. نمو الطبقة الوسطى لكن فيه تحديات: ديون المقاطعات بدأت تتزايد، فقاعات عقارية في بعض المدن، توترات تجارية بدأت مع أمريكا خاصة في 2018. تحديات كبيرة كانت بتقابل الصين. المرحلة الثالثة: الصراع التجاري والاضطراب العالمي من 2018 ل 2021. فالوضع العام: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ترامب أضرت بالصادرات والعملة، ثم جاءت جائحة كورونا 2020 لتضرب الاقتصاد الصيني والعالمي كله. رغم أن الصين تعافت أسرع من الغرب في البداية، إلا أن الإنفاق الصارم أيام كورونا أضعف الاستهلاك الداخلي، ولكن لها نقاط قوة: سيطرة قوية على الوباء في البداية، قدرة حكومية على التحفيز المالي، فهي تدرك المخاطر دائما، واستمرار الصادرات لبعض القطاعات. أما الأزمات: بطالة الشباب، ارتفعت ثقة المستثمرين. واستمرار الصادرات لبعض القطاعات. أما الأزمات: بطالة الشباب ارتفعت، ثقة المستثمرين تراجعت. تباطؤ النمو إلى نحو 2.5 إلى 3% فقط في بعض الفترات. المرحلة الرابعة: أزمة التحول والبحث عن توازن جدي من 2022 ل 2025. والوضع الحالي 2025 بعد فتح البلاد من قيود كورونا في 23 توقع كثيرون انتعاشا قويا، والحكومة بدأت تحاول تدعم الابتكار والتكنولوجيا المحلية بدل الاعتماد على الغرب. السكان بدأوا يتناقصون لأول مرة في التاريخ، ومعدل الشيخوخة يرتفع بسرعة. أما النقاط الإيجابية الحالية: إنتاج ضخم في التكنولوجيا الخضراء، سيارات كهربائية، ألواح شمسية، توسع في الشركات مع روسيا والعالم، معاملات رقمية وتجارب مالية جديدة. والأزمات الحالية: ثقة المستهلك ضعيفة، ديون محلية ضخمة، تباطؤ حاد في سوق العمل، عزلة نسبية عن بعض الأسواق الغربية. فالصين رغم إنها من الدول الصناعية الكبرى لكن دايما بتواجه تحديات. وبكده تكون النتيجة العامة ل 2025: الصين ليست في انهيار لكنها في أزمة انتقالية، من نموذج النمو السريع إلى نموذج مستقر ومستدام. بمعنى آخر: ليست في أوجها كما كانت قبل 10 سنوات، لكنها تزرع لبنات عصر جديد مختلف يعتمد على التكنولوجيا والابتكار أكثر من البناء والعمالة الرخيصة. في أمان الله.